السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى جميع الأساتذة الكرام المحترمين ومعلمين طلبة الجمال والطيبين، إزاي بتقبل على حضرتك إن أنت تقول لأي تلميذ جاي ياخد درس عندك أنا عايز الفلوس مقدم، اديني الفلوس مقدمة. طب هل حضرتك ضمنت عمرك سنة؟ هل ضمنت عمر حضرتك شهر؟ اسبوع؟ ثانيه حتى عشان تقول لتلميذ اديني فلوس الدرس مقدما؟ تخيل لو حضرتك عندك مش هنقول 70 تلميذ 100 تلميذ، ربنا يزيد ويبارك، عندك 10 تلاميذ بس، وكل تلميذ هتاخد منه مش هنقول 100 جنيه، لا هنقول 50 جنيه بس، وفي ال10 تلاميذ دول حضرتك هتاخد 500 جنيه، وجيت عمرك انتهى، اصبح عليك دين، هيصبح عليك دين 500 جنيه وليكن 500 جنيه فقط. هل اهل بيتك واولادك هيدوروا على الطلبه والتلاميذ دي عشان يدوهم الفلوس ويقولوا لهم عشان ابونا يخش القبر ويتحاسب ومعلاش دين؟ طبعا لا، محدش هيدور على التلاميذ دي، يبقى انت الخسران. انت بتحاول تجمع فلوس لاولادك، واولادك ساعتها وزوجتك هيسيبوك.